الفيلم ده الجزء الاول منه هكون سايبه لك في وصف الفيديو ده، وده الجزء التاني منه، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم ببورات اللي بتبقى حالته بالبلة، وبيقول ازيكم انا بورات. اللي حصل من 14 سنة ان الفيلم بتاعي حقق نجاح كبير قوي في الولايات المتحدة، بس كازاخستان بقت مضحوكة في معظم انحاء العالم، والاسهم بتاعتها انخفضت جدا، وحطوا اللوم عليا انا وحرموني من المراسلة وتغطية الاخبار نهائي، واتحكم عليا بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. بس بعد 14 سنة في سنة 2020 اللي خدت قلوب البني ادمين وسابت لنا شر وشياطين، جه راجل من الحكومة وخدنا على القصر الرئاسي، وبيروح يقابل رئيس الوزراء الكازاخستاني، والرئيس بيقول له اسمع يالا، انت هترجع تاني على امريكا عشان تقدم هديه لنائب الرئيس الامريكي عشان تظهر احترام كازاخستان لنائب ترامب وترامب نفسه. فبورات قال له طب وايه هي الهديه؟ قال له القرد جوني، وبقت لك كيكه شوكولاته من هناك وانت جاي. وبعدها بيبداوا يجهزوا بورات وبيدوا له البدله بتاعته اللي كان على طول لابسها، وبيرجع بورات على القريه بتاعته قبل ما يسافر. ولما بيدخل البيت بتاعه بيلاقي جاره استحوذ على كل حاجه حتى اولاده الثلاثه، واحد منهم بيقول له ده انا بتعلم منك يا جدع امشي من هنا. وبيدخل بورات الزريبه اللي في ظهر البيت وبيشوف بنته اللي عايشه فيها وبتتفرج على قصه الاميره ميلانيا قريبه من قصه سندريلا كده. وبرات بيقول لها انت عايشه كده ليه؟ قالت له ما عندوش زوج يعيشني في قفص ذهبي زي الاميرات، او حتى اي قفص ان شاء الله يكون من الخيش. فبيقول لها انت عندك كام سنه؟ قالت له 15. الراجل يا جدعان كان محبوس بقاله 14 سنه ما يعرفش حاجه، وقال لها انا رايح امريكا. قالت له خدني معاك، فقال لها مش عايزين، ده انا ابيعك خرد احسن. وبيجي الراجل ده وبيقول له جون القرد في الصندوق يلا عشان تمشي. فبيسحب برات عربيه كارو فوق الصندوق اللي جواه القرد، وبيقول لاهل البلد انا رايح امريكا. فبيقولوا له اخفى في مصيبه ده هي تاخدك ما تجيش هنا تاني. وبيسافر برات بحر على مركبه وبيوصل بعد 22 يوم. ولما بيتمشى برات في الشارع الناس بتكون عارفاه، وبيكون اتشهر عند الامريكان ومعروف عندهم بالمراسل الكازاخستاني المتخلف، وبيكون ما قداموش غير انه يتنكر. فبيروح محل وبيشتري كام زي كده، وبعدها بيروح لمحل موبايلات وهو متنكر عشان يشتري تليفون. وصاحب المحل بيوريه موبايل وبيحاول يفهمه امكانياته، ما احنا قلنا الراجل محبوس بقاله 14 سنه. وبيرن عليه فيديو كول، فبرات بيقول مين اللي في الاله الحاسبه ده؟ قال له ده انا. فقال له اسكت انا بكلمه. وبيعرفوا على محرك البحث جوجل والكلام ده. وبعدها بورات بيطلع من المحل وبتيجي عربيه نقل بتنزل له الصندوق اللي المفروض فيه جون القرد، والراجل بيفتح له الصندوق فبتطلع منه بنته. فبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له دخلت هنا بالصدفه. فبيقول له الراجل اقفل عليها، وبيقفلوا الصندوق عليها. وبعدها بيروح بورات لمحل الفاكس ماشين عشان اتواصل مع رئيس الوزراء الكازاخستاني. فالراجل بيقول له تمام اكتب ايه؟ قال له اكتب له ازيك عامل ايه؟ فقال له بس كده؟ قال له اه. وبيبعتها له وبيجي له رد مكتوب فيه كله تمام. وجوني عامل ايه؟ قال له اكتب له انه ما وصلش عايش. وبتكون بنت بورات واقفه بره وبتخبط على الباب، فقال لها امشي من هنا يا بيت. وبيقول له رد مكتوب فيه خلاص دور على هديه تانيه ليه بدل ما اضربك بالنار في ميدان عام. فبيبص بورات لبنته اللي بتكون حاضنه الباب ولازقه فيه، وبيقول له الراجل ابعت له رساله وقول له ان بنتي هنا ممكن اقدمها له كعروسه. فبيبعتها له وبيقول له رد مكتوب فيه حلو خالص، ده انت كمان هتناسب مايكل بنس. ومايكل بنس ده هو نائب الرئيس دونالد ترامب، بس ده كان اياميها بقى. وبورات بيدخل بنته المحل وبيقول لها اسمعي انت هتفضلي معايا هنا عشان انت تم اختيارك عشان تكوني مرات نائب رئيس الوزراء الامريكي. قالت له يعني هكون زي الملكه ميلانيا. وبعدها بتدي له بنته اللي اسمها توتر، بتدي له كتاب بتكون فاكره انه عن حياه الملكات والاميرات وكده، وبيكون اصلا الكتاب تابع لوزاره الزراعه والحيوانات البريه في كازاخستان. وبتقول له انا عايزه قفص من ده. وبعدها بيروح لصاحب محل ادوات زراعيه وبيقول له انا بجهز بنتي للجواز وبدور على قفص مناسب ليها. فبيوريه قفص وبيقول له ده عامل $900. قال له لا ده غالي قوي. فتوتر بتفضل تترجاه بتقول له يلا يا بابا معلش، وبتدخل القفص وبيكون عاجبها، وبيشتروا شويه حاجات ملهاش اي 60 في 70 لازمه. وبالليل بورات بيقول لتوتر تعالي جهزت القفص بتاعك. فبتدخل القفص وبتكون مبسوطه وبتقول له هو شكله كده اجمل من قفص الاميره ميلانيا. فبيقفل عليها وبيقول لها تصبحي على خير عشان بكره اجهزك بحيث تكوني مستعده لمقابله مايكل بنس. وتاني يوم بياخدها وبيخليها تقابل واحده اللي بتقول لها خليكي بنت شخصيتها لطيفه وغير عدوانيه عشان الرجاله يحبوكي، خلينا متفقين ان لازم تغيري من نفسك وشكلك بطريقه كامله. وبعدها بورات بيروح مع توتر وهو متنكر على مركز لصباغه الشعر، وهناك توتر بتصبغ شعرها اصفر. وبيروحوا عشان يجيبوا فستان، وصاحبه المحل بتدي لها فستان تجربه فبتلبس الكيس اللي كان على الفستان. وبورات بيسال الست اللي واقفه في المحل عن صاحب المحل ده، قالت له انا صاحبته. فتوتر بتقول لها ايه بابا يا ست ممكن تشتغل؟ فقال لها لا طبعا لما الست يكون عندها شغل دماغها هينفجر. وبالليل توتر بتساله وبتقول له يا ست ممكن تكون صحفيه؟ قال لها لا طبعا خطر. وبيوريها كتاب وبيقول لها ده اللي حصل لما في ست حاولت انها تكون صحفيه. قالت له طب ممكن تسوق العربيه؟ فقال لها وده اللي حصل لما في ست حاولت انها تسوق عربيه. قالت له طب ممكن الست تسال اسئله؟ قال لها اسئله خطر برضه. والصبح بورات بيتمشى هو وتوتر وبيكون ساحبها بحبل، وهي بتقول له يا بابا ما هي الابات ماسكين ايدين بناتهم اهو. فقال لها تلاقي شكله نسي يجيب الحبل. قالت له لا امسك ايدي زي
باقي الابهات، فبيطلع كيس بيلبسه في ايده وبيمسك ايديها عشان ما بيكونش طايقها، وبيفضلوا هما الاتنين يهبلوا في الشارع. ما هو التهبيل مش حاجه غريبه في دوله زي امريكا، هبل براحتك لحد ما الحكومه تيجي تشيلك. وبعدها بيدخلوا محل كيك وبيطلب براد كيكه شوكولاته كبيره، فتوتر بتقول له انا كمان عايزه واحده، قال لها مفيش، فقعدت تتحايل عليه وتقول له عشان خاطري عشان خاطري، فقال لها خلاص اختاري لك واحده، فبتختار كب كيك على وشها لعبه طفل صغيره، ولما بتاكلها بتبلع لعبه الطفل دي وبتتخنق. فبرضه بيقول لها تعالي نروح للدكتور بسرعه، وبياخدها لدكتور نساء وتوليد. وتوتر بتقول للدكتور في طفل جوايا وعايز اخرجه، فالدكتور قال لهم لا احنا مش مسؤولين عن الكلام ده، انا مش هشارك في جريمه زي دي، حرام عليكم عايزين تنزلوه ليه؟ وبيكون فهمهم غلط خالص. وبعدها برات بيروح لواحده عشان تساعد بنته انها تتعلم تكون بنت راقيه، وبيروح برات وتوتر لمسابقه زي مسابقه رقص باليه للبنات اللي سنهم صغير، وكل بنت المفروض هتقدم رقصه مع ابوها، وبرات بيكون متنكر زي كل مره بيخرج فيها. وتوتر وبرات بيجوا يقدموا الرقصه بتاعتهم، فبيفضلوا يهبلوا جامد وبيضحكوا الناس عليهم والناس بتستغربهم. وتاني يوم بيكون في مؤتمر نائب الرئيس بيكون عامله، فبيوصل برات على المكان وبيكون متنكر بشخصيه الرئيس دونالد ترامب عشان يعرف يدخل للمؤتمر. وتوتر بتكون جهزت نفسها وبيجوا برات يشيلها، وبيدخل فجاه المؤتمر اللي بيكون مايكل بنس بيتكلم فيه عن فيروس كورونا اللي انتشر اخر فتره. وبرات بيقول يا مايكل بنس جبت لك بنت، فما بيردش عليه والناس بتتلم على برات، وبرات بيقول له ما تقول حاجه وساعدني يا مايك، طب انت مطرود يا مايك. والناس بتقلب فجأة وبتفرح وبيفضلوا يهتفوا ويقولوا 4 سنين كمان للرئيس، والأمن بيطلعوا بره وبيقولوا إن مجلس الشيوخ الأمريكي برأ الرئيس من جميع التهم. وما تعرفش برات عدى منها ازاي بعد ما انتحل شخصية الرئيس. فبعدها بيروح برات لمحل الفاكس ماشين وبيبعت رسالة لرئيس الوزراء الكازاخستاني كاتب له فيها إن مايكل بنس ما قبلش بنته خالص، فبيرد عليه برسالة كاتب له فيها خلاص ارجع يلا عشان اضربك بالنار في ميدان عام، ولا اقول لك هنربطك في جاموستين ونخليهم يمشوا عكس بعض فتروح انت مشوق حتتين. وبعدها بيكون برات وبنته توتر ماشيين بالعربيه، وتوتر بتقول له هو في ايه؟ هم هيأذوك؟ فقال لها مش زي ما انت فاكره. فبتوريه صوره راجل سياسي اسمه رودولف جولياني اللي معروف باسم رودي جولياني، والراجل ده كان المدعي العام للولايات المتحده وعمده مدينه نيويورك سابقا. فبيرجع برات للفاكس ماشين ورئيس الوزراء بيرد عليه برساله مكتوب فيها لو هتسلمها لرودي فتمام ماشي هتعيش. وبعدها اول حاجه بيعملها برات وبنته توتر بيروحوا لمركز تجميل، والدكتور بيقترح عليهم ان توتر تعمل عمليه تجميل في مناخيرها عشان ايه تبقى احلى والكلام الفاضي ده. والسكرتيره بره بتقول لهم ان العمليه دي هتتكلف 21751 دولار. فبيطلع برات شنطه مليانه دولارات من فئه الدولار زي مستر بيست كده لما بيعبي المكان فلوس من فئه الدولار عشان تبان انها كتير. فالسكرتيره بتقعدهم على ما هي تعد الفلوس، ولما بتخلص عد بتقول لبرات كده فاضل 72 دولار وهنبدا العمليه الساعه 6 بالليل. وبرات اصلا بيكون فلس فبيروح يشوف شغلان، بس قبلها بيسيب بنته توتر عند جليسه اطفال، وبيطلع صحن الاكل بتاع الكلاب وبيقول للجليسه وقت لما تكون هي عايزه تشرب ميه استخدمي ده. فبتقول له احنا بنشرب الميه في الكوبايه، قال لها وهي بتشربها هنا. وبيسيبهم وبيروح شغل في صالون حلاقه، وبيطلع برات للزبون ساطور في سكينه وبيسن فيهم، وبيروح مطلع مقص الحمير وبيبدا يقص شعر الزبون. وبعدها الجليسه بتاخد توتر وبيطلعوا في العربيه عشان تفسحها، وتوتر بتفضل تعيط وبتقول لها ما ينفعش تسوقي، قالت لها بنسوق عادي، وهي بتفضل تقول الحقوني ست بتسوق عربيه. وبيكون برات خلص حلاقه للزبون والزبون بيحاسبه. وبعدها الجليسه بتوصل توتر لمركز التجميل وبتقول لها انت هتعملي ايه هنا؟ قالت لها هعمل عمليه تجميل عشان ابويا يقدمني كزوجه لراجل سياسي امريكي. فبتقول لها وانت عايزه كده فعلا؟ فقالت لها انا متحمسه. قالت لها انت متحمسه بس ده مش اللي انت عايزاه، انت مش محتاجه تعملي كده يا حبيبتي، انت جميله زي ما انت، واي راجل المفروض هيحبك زي ما انت، ما ينفعش تكوني حد تاني غير نفسك. بصي يا حبيبتي لنفسك في المرايه، شايفه نفسك عسوله خالص اهو ومش محتاجه لاي تغيير في جسمك او وشك. فكري يا حبيبتي كويس، واهم حاجه سعادتك وراحتك النفسيه، ابوك بيكدب عليكي، انت عندك عقل كبير فكري بيه وخدي قراراتك. فقالت لها خلاص هفكر فيه، وبتنزل من العربيه. وبعدها بيوصل برات المكان وبيقول له توتر انت ما دخلتش ليه؟ فقالت له لا مش هعمل العمليه. قال لها ليه؟ قالت له عشان انا جميله زي ما انا، وكمان مش عايزه اتجوز واحد قد جدي. بص هناك ست بتسوق عربيه هي. فقال لها لا دي مش الست دي، ده صياد كلاب. فبتقول له الكتاب بتاعك ده كله كذب، انا لقيت كتاب تاني واسمه فيسبوك اتعلمت منه كتير واقدر اسوق واكون اللي انا عايزاه وهكون مراسله تلفزيونيه احسن منك كمان. خد الكتاب بتاعك المعفن اهو، انا بكرهك ومش عايز اشوف وشك تاني. وبتركب اوبر وبتمشي من المكان. وتاني يوم برات بينزل الشارع عشان يدور عليها وبيفضل ينادي عليها وبتكون الشوارع فاضيه. فبيشوف راجل وبيقول له يا الناس فين والشوارع فاضيه ليه كده؟ قال له كلهم في بيوتهم في الحجز الصحي عشان الفيروس. قال له فيروس ايه؟ فقال له فيروس مكرونه، ما سمعتش بيه؟ قال له طب بص انا
عنديش مكان اروح وممكن اجي عندك البيت. فبياخدوه معاه على البيت وبيكون الراجل ده قاعد هو وصاحبه فيه، وبورات بيسلم ببوس واحضان وبيقعدوا يتكلموا في موضوع الكورونا. وبورات بيقول لهم هو فيروس الكورونا ده اللي اخطر ولا الناس السياسيين؟ قالوا له السياسيين طبعا، ناس الشر اللي بيجري في جسمهم بدل الدم، اصل الفيروس ده سبب ظهوره مش طبيعي، الناس دي لها يد في الموضوع. وبورات بيقضي معاهم فتره كبيره وبيعرفهم انه لازم يلاقي بنته توتر. فلما بيدوروا على مواقع الاخبار بيشوفوا فيديو لتوتر، واللي بتكون بقت مراسله اتشهرت اخر فتره، وبتقول في الفيديو انا هكون على الهواء في بث مباشر يوم السبت في المكان الفلاني. فبيكتبوا العنوان في ورقه وبعدها بيوصلوا على المكان، وبورات بيكون متنكر عشان الناس كالعاده، والناس بتكون عامله مظاهرات ومعترضين على موضوع القعاد في البيت والكلام ده. وبيطلع بورات على المسرح وبيغني لهم غنوه بتعجبهم كلهم، وبيشوف توتر وهو واقف على المسرح وبيشاور لاصحابه يروحوا لها. فبيروحوا لها وبيقولوا لها ان ابوها هيموتوه لما يرجع كازاخستان. فبتقول لهم انا مش هتكلم معاه بس عرفوني اعمل المطلوب. وبعدها بتعمل مكالمه وبتقول انها عايزه تقابل رودي جولياني. وبيروح بورات لجليسه الاطفال اللي كان سايب عندها توتر عشان يجيب حاجاتها من عندها، والجليسه بتقول له انت ازاي هتجوز عيله صغيره لراجل كبير؟ فبيتاثر بورات وقلبه بيتوجع على بنته وبيفتكر ذكرياتهم سوا، وبيركب عربيته وبيروح عشان يلحق بنته. وبعدها رودي جولياني بيكون وصل وبتبدا توتر تعمل لقاء معاه، وبيوصل بورات المكان وهو متنكر والامن بيمنعه من الدخول. فبيفضل يحاول لحد ما بيطلع فوق ليهم، وبيكون عامل نفسه واحد من فريق الاعداد وبيقول لهم ان في مشكله في الصوت. فبتقوم توتر وبتطلعه لبره وبتقول له مش انت اللي عايز كده؟ فقال لها بس ده انت مش عايزاه. قالت له بس انا مش عايزاك تموت. وبتطلعه بره وبتقفل الباب وبترجع تكمل الانترفيو. ومره واحده بيدخل بورات بلبس غريب جدا عشان يعرف يهرب مع بنته، وبيقدروا يهربوا هما الاثنين. ولما بيرجعوا كازاخستان بيقابلوا رئيس الوزراء، وبورات بيكون كاتب وصيه لبنته وكتب لها كل اللي حيلته، وكل اللي حيلته تقريبا هي البدله اللي لابسها. فالرئيس بيصب له شويه ميه وبيقول له خلاص مش هنخلص عليه ومش مشكله كلنا بنغلط. وفجأة توتر وبورات بيكتشفوا إن دي كانت مؤامرة عملوها عشان يروح أمريكا ويصاب بالفيروس ويجي ينقله على كازاخستان. فبيروح بورات للرئيس وبيقول له أنت استغلتني عشان أنشر الفيروس. قال له وخطتنا نجحت. وبيكون بورات سجل له كلامه بالموبايل اللي معاه وبعته لراجل أمريكي صاحبه هناك. فالرئيس بيقول لهم طب أنتوا هتعوزوا إيه عشان تسدوا بقكم؟ وبعد 3 شهور بنشوف القرية بتاعتهم واللي بيكون اتغير فيها حاجات كتير، والستات بقت تشتغل عادي وما عادش في اضطهاد للستات في القرية بتاعتهم، وتوتر اللي بقت مراسلة تلفزيونية لكازاخستان زي أبوها، والاتنين بينقلوا أخبار قريتهم سوا. وبيخلص الفيلم على كده. اتمنى يكون الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك وان امكن اشترك في القناه. وبس اشوفك الملخص الجاي، وسلامات.